صباح النعيمي من إيطاليا، رئيسة التنسيقية الدولية لمغاربة الخارج. تنتواجدوا إن شاء الله هنايا بفرنسا في مونتاجولي وفي أرجنتي على جوج ديال الندوات اللي كنشاركوا فيهم. الندوة الأولى حول الجهوية الموسعة والحكم الذاتي اللي اقترحها المغرب بالنسبة للصحراء المغربية، واللقاء الثاني حول الجالية المغربية بين الحقوق والواجبات في دستور 2011. كنشكر المنظمين الندوتين، واللي كانت الندوة الأولى حنا عندنا هنا دابا، وكانت يعني مهمة لا بتدخلات الأساتذة اللي جاوا من المغرب ولا بالجمهور الحاضر اللي تفاعل مع الندوة. وإن شاء الله نتمنى حتى الندوة الثانية تدوز بخير وعلى خير. الأهداف ديال التنسيقية أهداف يعني الهدف الأول هو الدفاع عن حقوق الجالية فيما يخص المواطنة الكاملة والتصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة، يعني تفعيل الدستور. الهدف الثاني هو الحفاظ على الهوية والهوية المغربية والثقافة المغربية بالنسبة للأجيال الجديدة. والهدف الثالث وهو واجب وطني، هو الدفاع عن الوحدة الوطنية والمقدسات في المحافل الدولية وفي المجتمع المدني الدولي.